يا ولاد لما اقول لك الاسئله متكرره مش جاي من كتاب امتحان، ما فتحتوش اصلا. النسخه الجديده بيضيف شويه اسئله، يعني السؤال ده جديد لسه اول سنه، ما كانش موجود السنه اللي فاتت. عندك في كذا سؤال 5 6 اسئله لحد سؤال رقم 20 جاي من الكتب الخارجيه الثانيه. هذا وان دل فانه يدل على ان فعلا الكتب بتنقل من بعض. بقول لك الكلام ده مش عشان ابين لك ان انا جنب بوفتيك، الحمد لله بفضل الله تعالى انت مش اول دفعه دي ولا ثاني دفعه ولا ثالث دفعه ولا رابع دفعه ولا خامس دفعه، اديت دفعات كتير جدا. بفضل الله تعالى انا شايف شغلي، بفضل الله تعالى انا مسكت كل الكتب بنفسي، ما فيش مساعد ليا مسك الكلام ده، مسكت كل الكتب بنفسي وحليتها. هتلاقيني اصلا وانا ببص اقول لك الكتاب ده جاي من كتاب، يعني السؤال ده جاي من كتاب التفاوض اللي هو رقم 20 ده. في كتب في اسئله ثانيه كتير جدا هتقول لك بالكتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا. حبيب قلبي انا بوفر عليك مشوار. انت بتيجي تاخد كورس في حد في حته او بتاخد درس عند حد، وظيفته ان هو يوفر عليك المجهود ده. يعني ما تروحش تشتري 5000 كتاب تقول ما انا حل بنفسك. بس هل انت الوقت مساعدك؟ هتقعد يوم كامل تحل في ماده واحده؟ طيب هتوصل لفتره المراجعه النهائيه انت ما فيش خلق ومجبر انك تحل كل الكتب اشتريتها. طيب لا مش مجبر ولا حاجه، بس انا بحلها في الاول صح. الدرس الاولاني ده اقل درس بيجي فيه اسئله هو الهرمونات، الباقي كله تكاثر مناعه وبيولوجي. الاصول الثقيله هي اللي في الاخر، يعني دي اللي المفروض تهتم فيها في الاسئله. انت اللعبه هتيجي مثلا في الانسان هتلاقي ناس بتجيب لك اسئله خزعبليه، عدد مفاصل. يا نهار اسود، ده الدكتور اصلا في كليه الطب الدكتور عبد الونيس مات عشان كان بيعمل ماجستير ودكتوراه بانه بيحاول يثبت ان عدد المفاصل نفس عدد المفاصل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في حديث. فيا حبيب قلبي انت وهو في اسئله مالهاش اي 30 لازمه هتشوفها كتير عنك وهتشغل دماغك في شو كتير هيحصل قدامك. اصل الكتاب كذا والكتاب يعني كل الكتب اللي في دماغي دي انا حليتها ليه؟ لان انا متاكد مليون في الميه ان كل سؤال انا هقوله وانت هتشوفه بره هتزود ثقتك فيا اكتر. بس ادي الفرصه لده، ادي الفرصه انك تثق في نفسك حبه. في ناس بتسمع اول 10 دقايق من اي حصه من اي مدرس لا مش فاهم. يا ابني ظروفك انت بتاخد دروس طول اليوم، ما نمتش طول اليوم، جيت فجاه قررت ان انت انا مش فاهم. لما تجرب تنام وتصحى كده على الفجريه كده تقعد تذاكر، جرب تخيل كده ان انطباع هتاخده عن الفيزياء وحشه رخمه صعبه من قبل ما تخش. الانطباع اللي بناخده من كل الدفعات اللي فاتت، انا وانا داخل قال لك الفيزياء وحشه 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 وحشه. حلو. الماده الوحيده اللي قررت قلت طب ما انا اجرب بنفسي واحد. الماده الوحيده لما قلت كده كانت سهله معايا، ما بقاش على غير ان انا اجتهد. يعني احل اسئله محترمه، ابدا ادرب نفسي عليها، التكرار والخطا واعاده الخطا والتعلم من الاخطاء. ما هو فرحتي حليت 10000 سؤال، 10000 سؤال ده غلط وريني كده بتحل ازاي تمام. لا ال 10000 سؤال لما تيجي تحلهم او ال 1000 سؤال او ال 100 سؤال ايا كان عدد الاسئله هتحلها، السؤال انا عارف اصله وفصله ولو اتغير ولو جه. عشان كده تلاقيني في الحل باخد معاك وقت. فهمت اللعبه؟ السؤال بقعد معاك فيه لحد 5 دقائق. طب ما انا اجري بقى زي المعظم بيعمل كده خلص. هتاخد ال 30 سؤال ب 30. في ناس بيحلوا 30 سؤال في 30 دقيقه مدرسين. فين الفكره؟ طب ليه دي صح؟ ليه دي غلط؟ ليه دي مش عارف ايه؟ فده انا بقول لك عليه، انت اعقلها وتوكل. بس ما تتوكلش مش واحد صاحبك زيرو خبره زيك او نفس الدماغ نفس التفكير نفس كل حاجه، نفسك في كل حاجه. انا خدت الزميله من الشيء، الفكره خدتها من الشيء قال هاخد عن درس عند كذا، الشيء قال الدرس ده وحش فانا مش هاخد. جرب واهرس وتعلم. مش اي شيء قدامك لا يا حبيب قلبي، الصح صح والغلط غلط، بس اللي بيعقلها وتوكل. وافتكر ان معظم الناس هيخشوا النار ومعظم طلاب ثانويه عامه ما بيجوش مجموع. المعظم ال10% بس اللي بيجيبوا مجموع، فئه او كميه لا تذكر. متخيل لما اقول لك 20000 دكتور ده كتير قوي؟ لا يا حبيبي انت طلاب ثانويه عامه مليون واحد، اقول لك 20000 دكتور على 2% من ثانويه عامه كلها اللي بيخش طب. متخيل العدد؟ يعني معظم الناس هتخش النار، معظم الناس ما بتجيبش مجموع، يعني معظم الناس ما بتجتهدش اصلا، لان الاجتهاد صعب. الناس مش هم اللي دافع لك فلوس، الناس مش هم اللي بيذاكروا لك، الناس مش هم اللي بيحلوا، الناس مش هم اللي بيمروا بالضيق، الناس مش بتنجح في حاجه واحده غير حاجه واحده بس، انها تشمت فيك وتتكلم عليك. بس دي الناس شاطره فيها قوي. الناس هتقدرك؟ لا، مهما وصلت مش هتعجبك. ساكت خبيث الواد ده، اتكلمت جعجع والرطرات ما تتكلمش معاه. طب في حالك ومش عارف ايه تحت السواهي دواهي ده فيه وفيه يا ابني انت تعرف عنه حاجه؟ لا. الناس سهل عليهم الكلمه السيئه، ما تخليكش زيهم، امشي تبع ده، اعقلها. دين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك دايما بنمشي بالدين بالتدبر. ربنا قال لك في كام ايه اتكررت تقريبا فوق ال 30 مره، افلا يتدبرون افلا يعقلون. فهمت الفكره؟ يعني ربنا بيقول لك اصلا شغل دماغك. انت بتحاول تكنسله ليه؟ عشان ما تطولش بالطول. انت لو لغيت بحكم مش هنخلص.